السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة. يا كاتب التاريخ انتظر لكي تستمتع بأداء المنتخب اليمني للناشئين بنتيجة تاريخية. يفوز المنتخب اليمني للناشئين على نادي المريخية القطري على أرضه وسط أجواء أوروبية، وإذا توفر هذا المناخ الأوروبي والملاعب الأوروبية هتلاقي أداء أوروبي لأقوى وأفضل منتخب عربي على وجه الأرض، وهو المنتخب اليمني للناشئين. هلخص لك أحداث المباراة، عندنا لقطات لم تذاع وهتشوفها لأول مرة عبر هذا الفيديو. كمان هقول لك أحد أسباب الفوز وعودة الثقة الكبيرة جدا لهذا المنتخب الواعد قبل انطلاق بطولة كأس آسيا القادمة. ولكن قبل ما نتكلم عن اي تفاصيل، عايزين نبدا كلامنا زي ما احنا متعودين دايما. نبدا كلامنا بالصلاه على افضل خلق الله، اللهم صل وزد وبارك على افضل خلق الله سيدنا محمد وال سيدنا محمد في العالمين انك حميد مجيد. ولو انت اول مره تتابعني تنزل بعد تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات واضغط بقى على زر اللايك عشان يصلك كل جديد مني باذن الله. يلا بينا نبدا، يلا بينا. بسم الله. ناس كتير قوي دلوقتي هتقول لي انت مكبر الموضوع ليه؟ دي مباراة ودية. احب اقول لك عزيزي المشاهد، عزيزي المستمع، المنتخب القطري للناشئين اعتذر عن مواجهة المنتخب اليمني. واعتذر ليه؟ اعتذر عشان عارف ومتأكد ان هيتم احراج المنتخب القطري وهيكون في ضجة إعلامية كبيرة جدا في حالة الهزيمة الساحقة أمام المنتخب اليمني للناشئين. وعشان كده كانت المواجهة ما بين المنتخب اليمني وضد أحد ضحايا الدوري القطري نادي المريخية القطري، واللي كان بيلعب هذه المباراة وهو مش عارف إيه اللي ممكن يحصل له، وهو بيواجه أقوى المنتخبات الآسيوية والعربية المنتخب اليمني للناشئين. بدأ الكابتن محمد حسن البعداني بعد أن أعلن القائمة النهائية بتشكيلة مكونة من كل من وضح أنور، أحمد مصطفى الحاج. ركز بقى مع الأسماء دي لأن الأسماء دي هي اللي هتلعب في بطولة كأس آسيا القادمة. هشام الحصني، يونس حميد، محمد رائد، أحمد ياسين، محمد خالد، أنور الطريقي الموسيقار الماسترو بتاع نص الملعب، علي الحنبسي، كمان زياد الجراشي، وأيهم داغف. عايز أقول لك اللعيبة بعد إعلان القائمة النهائية بقى عندها راحة نفسية، بقى في اتزان، بقى خلاص كل لاعب عارف ان هو هيكمل البطولة وهيلعب البطولة بعد خلاص الاستقرار بشكل رسمي ونهائي عن الاستقرار على هؤلاء اللاعبين، سواء من لعيبة اساسية او كمان لعيبة بدلاء. النهاردة الكابتن محمد حسن البعداني ما فكرش يبدأ بعناصر مهمة جدا زي عصام ردمان، زي كمان عادل عباس قاسم، ولكن هنا بيأكد للجمهور اليمني ان هو عنده دكة بدلاء قوية جدا وما عندوش لاعب اساسي ولاعب احتياطي. طيب ايه اللي حصل؟ من الدقيقة الخامسة كده وابتدى المنتخب اليمني يكشر عن انيابه وبيوري العين الحمراء لفريق المريخية القطري، رغم ان هو كان لابس ابيض ولكن كان بيلعب باداء قوي جدا وكأنها مباراة رسمية وليست ودية. واول اهداف سجله علي الحنبسي في الدقيقه الخامسة، بعديها على طول في الدقيقه 17 بيضيف الهدف الثاني زيد الجراش. بعد كده بيتم تصدي ركله جزاء على المنتخب اليمني بتألق كبير جدا لوضح انور. الموضوع مختلفة تماما. هتقول لي الادوار الهجومية اللعيبة مركزة، ولكن وضح انور النهارده تصدير لركلة الجزاء هتكون لها مفعول السحر من اجل التألق، من اجل العودة للمستوى المطلوب قبل البطولة بايام قليلة. خلاص احنا بنعد العد التنازلي لبطولة كاس اسيا، والنهارده لما وضح انور يثبت تألقه ويعود لمستواه ويتصدى لركله الجزاء حتى لو في مواجهة ودية، فده مكسب كبير جدا يحسب لهذا اللاعب اللي ابتدى يتصدى للحملة الكبيرة جدا ضده والاتهامات الكبيرة جدا بان هو تراجع مستواه. لا، ده بيرد النهارده رد قوي وبيتألق وبيتصدى لركله الجزاء مهمة جدا. بعديها على طول
المنتخب اليمني لما لقى كده فريق المريخيه انتوا وصلتوا لحد وضاح انور، لا يا معلم خد الهدف الثالث عن طريق اللاعب الواعد ايهم داغف، راس حربه مهم جدا. بعديها على طول حصل انهيار تام بقى في الشوط الاول. في الدقيقه 38 بقت الاهداف تتوالى، علي الحمصي بيسجل الهدف الرابع، بعديها بدقيقتين على طول في الدقيقه 40 ايهم داغف بيسجل الهدف الخامس، في الدقيقه 42 ايوه ده اللي حصل، ايهم داغف بيسجل الهدف السادس، عشان الشوط الاول بس يكون فيه 6 اهداف، 6 اهداف وعادل عباس قاسم قاعد بره، 6 اهداف وكمان عصام ردمان قاعد بره، وفي بعض الاسماء المهمه جدا والرنانه واللي اكيد لو نزلت كان ممكن النتيجه تكون اتقل من كده في شوط واحد. وده اذا دل على تفوق اللعيبه اللي خدت ثقه المدرب محمد حسن البعداني وكمان الكابتن هيثم يعني الاصبحي، اللي بجد اضافوا كثيرا خلال المعسكرات الكبيره جدا، ورغم الرحله الطويله جدا من بقى يعني من رجوع لمصر بعد ما وصلوا لمصر وبعد كده رجعوا سافروا لقطر، واجواء كبيره جدا. ولولا الاجواء الجميله حتى لو ملعب فرعي، بجد المنتخب اليمني الناشئين اذا توفر له كل هذه الادوات اتفرج على الاستمتاع واتفرج على بجد احلى يعني القصائد والاغاني التي يتم عزفها داخل ارضيه الملعب من اللعيبه الكبار، اللعيبه اللي احنا بجد فرحانين النهارده بانتصارهم على هذا الفريق، رغم ان الوديه ممكن ما تكونش بقوه المنتخب اليمني، ولكن الفوز الكبير ده هيكون ليه عائد وفائد كبير جدا لكل اللاعبين. واللي عجبني اكتر بعد انطلاق الشوط الثاني شفنا المنتخب اليمني ايضا بيضيف الهدف السابع عن طريق اللاعب علي الحمصي، واللي بجد عجبني كمان الريتم الجماعي، انكار الذات، اللعيبه كلها بقى اصبحت منسجمه مع بعض، وابتدى كمان المنتخب اليمني يبتدي يلعب كور بسيطه وسهله حسب تعليمات الكابتن محمد حسن البعداني. وفي الدقيقه 68 بيسجل الهدف الثامن. صراحه واحقاقا للحق النتيجه كبيره جدا ونتيجه كارثيه على فريق المنتخب او المريخيه القطري، ولكن اللي عجبني جدا 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 هو انكار الذات لكل لاعب لدى المنتخب اليمني. سيمفونيه رائعه بيصالح بها الجمهور اليمني قبل انطلاق بطوله كاس اسيا، ولكن المطلوب من هؤلاء اللاعبين وهذا الجيل بالتحديد هو الظهور الرائع في بطولة كأس آسيا والصعود إلى كأس العالم. لو أنت مش هتاخد البطولة على أقل تقدير توصل للمربع الذهبي عشان تفرح كل الشعوب العربية والجماهير اليمنية اللي بتأزرهم من كل مكان في العالم. وإحنا كلنا النهاردة مبسوطين بالفوز الكبير ده والفوز التاريخي، وبجد فوز سوف يكتب التاريخ في صفحاته التي لا تنسى حتى لو عبر مباراة ودية. عايزك تقول لي بمنتهى الصراحة أنت إيه رأيك النهاردة حتى لو المباراة ما كانتش مذاعة من اداء المنتخب اليمني من النتيجه الكبيره دي؟ هل بالفعل احد اسباب الفوز هي الاجواء، الانسجام، اعلان القائمه النهائيه، الاستقرار على اسماء بارزه، اختيارات كانت دقيقه جدا للكابتن محمد حسن البعداني ومساعديه؟ اتمنى تقول رايك في التعليقات، ومليون مبروك للجمهور اليمني الكبير جدا، الانتصار والفوز والاداء والنتيجه والعوده والروح والثقه وكمان فرحه الجمهور اليمني. في النهايه بشكر اخواتي واصدقائي على المتابعه الجميله، بشكرك جدا من قلبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.